ده زي ما قال خش لنا في اللحم الحي بعد ده ما بنرضى به خالص ولا اي مواطن سوداني شريف شفتها سواء كان شمالي او جنوبي او المهم ده ما بنرضى به لانه ده فضل لنا سلاحنا الوحيد في دارفور ده اننا قاعدين نقاتلوا به من اجل المرتزقه. والناس اللي دايرين يعملوا برنامج هاي القوات المشتركه ده فيها مثلا هاي عناصر معينه وشغالين فيها ومن المفترض الناس ما تنجر للبرنامج ده وهم كان اساس الحرب ذاته من 89 ولا من 2000 وتفاصيل زي ده عرفتها. المهم دايرين يجروا بالذات الاعلاميين. انا بتكلم عن الاعلاميين بالذات الناس اللي في الميديا المؤثرين ده وشفت من ابناء جلدتهم ذاته شفتها الحاجات دي قاعد بتجي تحصل قاعدين سوس جوا بحفروا لهم عرفت لو دافعين لهم ولو ما دافعين لهم ده حاجه تاني. لكن في سوس ادي كده بخشوا لهم بيتهد على اساس انه شنو سمعه الحركات المسلحه. والحركات المسلحه ده ما فيها مثلا قبيله واحده قاعد يقاتل. الحركات المسلحه ده فيها جميع قبائل بتاع دارفور ده وجميع قبائل السودان ده قاعد يقاتل فيها. ما فيها مثلا قبيله واحده معينه مثلا اي قاعد يقاتل. النسبه اللي فيها مثلا القبيله المعينه اللي قاعدين بيتكلموا فيها ديما ده وبحاولوا يشنوا سمعتها دي عرفتها. ديل هم نقول لك هي الاغلبيه والكان صحيح عندهم السلاح حقهم بنفسهم عرفتها ودايرين يشنوا سمعتهم بفهم كده ما نظيف اصلا. ففي ناس ومعروفين عرفت سلفا اقسم بجلال الله العظيم علينا الواحد ما بطلع في الميديا دي يتكلم سايد ولا بطلع مثلا الشخص لكن برنامجنا معهم كده وعارفين انه متفاصيل ومساكنين وبرنامجهم كله كومبلي لكن ما دقة ساعات الصفر زي ما بقول كده عشان وانا هنا والله في البلد دي ما عندنا حاجه مثلا بقول له مثلا قانوننا ده بنعرفوا القانون هاي في بالذات في اوروبا ده بنعرفوا القانون لكن في قانون برضه بحاكمك انت كانسان قاعد قاعد تحرض الناس في قانون. فعشان كده شفت الناس المؤثرين والناس اللي عندهم زي ما قال كده متابعين كتير اوي اين الرسلنا ما قاعدين نرمو خالص شفتها وسلانا ما قاعدين نرمو خالص في التراب وطلقتنا والله اقسم بالله العظيم شفت ما بقى سايد وناسنا في الميدان ده شغالين شغل نظيف. جميع الحركات المسلحه مع بجميع مسمياتها تمسكها من الف ليل يا متماسكين ومتوحدين عرفتها وداقين ليل نهار وامهاتهم ياهم قاعدين يعبوا لهم شفت الغزن الصغيره دي قاعدين يزيدوا لهم الكلاشات والرشاشات والسي5 والاربجيات كلها قاعدين يزيدوها لهم. فالناس زي ما انهم شغله بيكم انتوا في الميديا قاعدين عاملين سوس تحت وتفاصيل زي ده فالدار يعمل السوس ذاك الميدان قاعد. والحركات المسلحه دول القوات والتربوره ده اللي بيقولوا ده ما حق قبيله واحد ولا حق ابو واحد كده مكتوب له باسمه بانه ده حق فلان الفلاني ولا حق كده نو شغل ده فيها كل القبائل السودانيه. يعني احنا يوم من الايام اقسم بالله العرب الهسي قاعدين بيشاكلوا الجنجويت السفله ديل كان قاعدين فيهم في جزء منهم قاعدين في المعارضه. ده زمن كان زمن البشير. فيا الناس زي الهسي كلهم اتفقوا وقالوا قدام عرفتها والحركات المسلحه ده ما حقت قبيله واحد خالص عرفتها والسوس